هل لو عملنا كاس عالم للشركات والبيزنس البيزنس بتاعك هيكسب ولا لا؟ خليني اقول لك، الفريق اللي بيكسب كاس العالم مش علشان هو عنده احسن لعيبه او احسن مدرب. الفريق اللي بيكسب بطوله زي كاس العالم بيكسب علشان عنده خطه واضحه وقويه. نفس الكلام في البيزنس، فريق العمل هو اللعيبه، والمدرب هو المدير. التسويق هي خطه اللعب، والمبيعات هي الاهداف. طب والعملاء؟ هو الجمهور اللي بيتفرج عليك وبيشجعك. فلو الجمهور ما بقاش بيشجعك هيشجع المنافس بتاعك في ثانية. علشان كده كتير بنلاقي شركات أو عيادات بيبقى أصحابها دكاترة كويسة جدا جدا وممتازين من الناحية العلمية، ولكن محدش يعرفهم. وفي شركات المنتج بتاعها عادي ومكرر، وفي عيادات اصحابها الدكاتره ما عندهمش كم العلم اللي عند الاولاني، ولكن بيبقى شغال اكتر. هنا الفيصل في اللي عارف يلعب الماتش صح. فافتكر دايما، البطوله مش بيكسبها احسن لاعب، هو بيكسبها احسن فريق. نفس الكلام في البيزنس، اللي بيكسب مش احسن منتج، اللي بيكسب المنظومه الكامله. فقول لي، لو شركتك نزلت في كاس العالم النهارده هتخرج من اول ماتش ولا تاخد البطولة؟